مساء الفل عليكم. دي اول حلقه بودكاست هنتكلم فيها، ولكن مش هنتكلم على الطب ولا هنتكلم على الحالات ولا هنتكلم على المشاكل بتاعه النساء والتوليد، ولكن هنتكلم عن جزء صغير هو المكان اللي انت بتيجي تزوريني فيه في العياده، اللي انا اهتميت ان انا اضيف له لمسه انه يبقى مريح ليكي اكتر، عشان تجربتك للزياره بتبدا من المكان ده وراحتك في الزياره بتبدا من المكان ده. النهارده معايا باشمهندس حسن، هو اللي ساعدني واللي صمم واللي نفذ واللي طلع التحفه الجميله في العياده دي اللي انتوا كلكم كنتوا بتشكروا فيها. انا بدايتي من هنا عشان خاطر اساعدك في اول رحله حملك، وده البودكاست اللي هنكمل فيه ونشرح لك كل حاجه عن تخصصنا. خليكي معايا. ازيك يا ابو علي؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ نورت الدنيا. الله يخليك يا دكتور. تسلم ايدك على العياده دي. الله يخليك يا باشا، تلاقي حاجه تليق بيك. الله يخليك يا حسن. الله يخليك يا دكتور. طيب قبل ما نتكلم عن العياده واللي انت عملته فيها والتجديد الحلو اللي انت عملته فيها، حسن اول ما عرفت بيك كنت بترسم وكنت راسم حاجه في الاوضه دي برضه اللي احنا عدلناها بعد كده. انا اللي شايلها بايديا صح. بالظبط. والاوضه اللي جوه معظم الحالات اللي جت وشافت عارفه الرسمه اللي جايه جنب السونار على طول بقول لها بص على البيبي بتاعك، شكل البيبي ده انت اللي رسمه وانت اللي ابدعتها. احكي لنا كده القصه من الاول. هو اصلا الموضوع ده عامل مشكله، مش مشكله بس هو تفكير غلط. بمعنى ايه؟ انا اصلا كانت بدايتي برسم، بس هي هوايه. يعني انا طول عمري اصلا برسم من وانا لسه صغير، فاهم؟ فقبل بقى دراسه وقبل الكليه وقبل كل حاجه، بس دي هوايه بس. انما كشغل، هو انا مهندس اصلا وتخصصي اساسا مهندس معماري. تمام. يعني ساعات مثلا بيحصل مواقف شبه دي، الناس تقول لي مثلا طب انت كنت اصلا بترسم، طب ايه اللي خلاك انت بترسم جدران ومش عارف ايه وبتاع ايه، فجاه بقت مهندس وتشطيبات ومش عارف عماير فببقى اقول لهم والله يا جماعه هي هوايه، انا مهندس نقابه وكل حاجه، ببقى عايز اطلع لهم كارنيه، فاهم قصدي؟ فبس الدنيا بقى بعد كده واحده واحده، دي كانت هوايه في البدايه اصلا خالص، وبعد كده الدراسه لازم بقى اشتغل بقى بالدراسه يعني. لا بس انت شاطر، جمعت بين الاثنين. بالظبط. يعني انا كمان بحب ان انا مثلا حتى في اخر ما بخلص مكان بشطبه ان انا اعمل حاجه لمسه فنيه بايديا. يعني عملت كتير في اماكن ان انا بسيب حاجه من شفت لمسه ده بايديا انا شفت لك رسومات كتير جدا في كافيهات كتير، عاملها رسومات تحفه حبيبي يا دكتور. بنزلها نزلوها على البودكاست ونشوفها ان شاء الله. طيب يا حسن، نخش في نقطه مهمه جدا. يلا بينا. العياده والمكان اللي احنا صممناه واللي انت صممته ونفذته، اشرح لي ازاي التصميم نفسه ممكن يساعدني ان انا اساعد حالاتي، ازاي احسن تجربه الزياره وان انا اوصل اللي في الاخر لتجربه مريحه، وان الوقت اللي بقضيه في العياده مهما كان طويل في الانتظار، ولكن بساعدهم عن طريق المكان الكويس او اللي انت هتشرحه لنا دلوقتي. قول لي كده خبرتك وتجربتك في الموضوع ده. بص يا دكتور، هي الفكره اصلا ان المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه ايا كان انتظار، هتنتظر دقيقه، هتنتظر نص ساعه، هتنتظر ساعه، هي الفكره ان انت بتعمل روح للي قاعد. انت مش بس جاي لك تدخل في اوضه الكشف، هي دي اللي تبقى متظبطه. يعني المشكله ان في ناس كتير بيهتموا قوي باوضه الكشف. طب ما هو قاعد اصلا اكتر من اوضه الكشف بره، يعني هو قاعد اكتر. يعني انت بالعكس، ده انت المفروض يعني ايه تدخل، يعني تلعب على الذهن بتاعه ان انت تهيئ له الجزء اللي بره ده عشان يقدر ان هو يبقى مستنيك ويبقى فيه روح. لان هو طبعا هو مش بيجي يدخل على طول، صح؟ فاهم قصدي؟ فمش طبيعي ان انا اهتم باوضه الكشف وبره لا. صح. بالعكس، ده انا اهتم بالحته اللي هو عشان ما يوجعش دماغي. يعني هو فعلا لو ما طول يعرف يستنى. صح، لو طول بره في مكان مش مريح بالظبط هيخش لي اصلا متعصب ومتضايق، ومهما طولنا مهما مثلا حاولت تهندله مش صح. برضو مش هيبقى خلاص، هو اخد فيدباك كمان مش حلوه. صح. انما المكان لما بيتهيأ ان انت تخليه مرتاح، اضاءه مريحه، اضاءه طبعا تبقى مريحه للعين معاه، مكان يعرف يقعد فيه مريح، كله بينام هنا بالظبط. كله بيخش يعني ينام بعد المكان ده انا متاكد الناس بتحب تقعد في الاوضه دي اكتر من المكان اللي بره. بيناموا بيخشوا يعني بشوفهم مش نايمين. اغلب العيادات مش عارف، كراسي اصلا ناشفه جدا. ما بتهيأش. يعني هو اصلا حاجه من الحاجات اللي تريحك في المكان ان يكون قاعد على مكان مريح، اضاءه كويس، كل الكلام ده بيهيأ يعني روح اصلا للمكان. حقيقي. انت كمان انت مش بس بتاخد الحاله لمره وبس، لا ده انت بتتابع الحاله معاك 9 شهور حقيقي. فبالطبيعي ان انت يعني ايه بتعمل معاها حاله في الموضوع. هو طبعا ولازم القعده للحامل بالظبط. ما شاء الله البطن في الاخر بتبقى لا انا فعلا حتى اختيارك ما شاء الله للاساس والكنب الحمد لله لا مريح. وناس كتيره جدا على فكره سالتني على اسم المنجد اللي انت عامل لك الكنب ده مين. قلت لها تواصلوا مع حسن. يعني طب القماش انت جايبه منين؟ انا عندي حاجه زي، قلت لها تواصلوا مع حسن. هو كمان اختيار، احنا اخترنا في القماش كمان بالذات ان هو يكون معالج، ان انت تقدر. طبعا عندك
استهلاك طبعا كتير، ده طبعا قاعده طبعا. كتير والناس كتير وبتاع، لازم اصلا تبقى حاجه اه هي فاتحه معايا، بس تقدر تنظفها بكل كله سهوله، هي كله معالجه لمني على اصلا اللون، ضد كل الكلام ده. كله لمني على اللون الفاتح ده، بس يعني بس هي في التنظيف تنظيف سهله. سهله جدا معاك. يعني احنا اخترنا قماش قابل للتنظيف وما يتاثرش بالتنظيف اللي شغال على طول. بالظبط كده، يعني انت هتنظف براحتك، في نفس بس الوقت هتخلي نفس الموضوع ان الشكل العام بتاع مكانك لايق. انا مثلا احنا عندنا ماشيين ببلد كلر معينه، فمش هينفع ان انا عشان اللي انا اختار لون غامق فبوظ الدنيا بوظ كلها الشكل كله. وابوظ الروح اللي في المكان. لا، كويس. انا اخترت ان انا هعمل نفس اللي انا عايزه، ونفس اللي هيديني نفس الروح، بس برضو بماتيريال تساعد معايا. انا في الاخر اللي انا عايزه راحه المريض، بالظبط. والحاجه تبقى عندها ديورابيلتي. بالظبط كده. استلم يا حسن، طلع لي يا حسن. طيب لو في دلوقتي في دكتور طلب منك ان انت تساعده في توضيب العياده او تحسين العياده، تمام. هتمشي معاه ازاي كده بنقطه نقطه باختصار؟ بص، انا الاول طبعا بعمل معاينه للمكان، ببدا كمان بعدها ان انا اشوف طبيعه العملاء بتوعه ايه. يعني هو الدكتور ده طبيعه عملاء الكاتيجوري نفسها، الناس نفسها بتبقى محتاجه ايه وهي قاعده. مم. تمام. بشوف ان هو لا، يعني اغلب الدكاتره للاسف بيبقوا مهتمين باوضه الكشف زي ما قلت لك حصل. من شويه. هو اهم حاجه المكان اللي بره، اوضه الكشف لازم تكون كويسه أيوة. طبعا وتليق بنفس المكان بره، بس الريسبشن هو ده اللي المريض بيقعد فيه، فلازم اهيئه له كويس. ببدا اشوف برضو الدكتور هو محتاج يوصل لايه للمريض اللي داخله. يعني مثلا محتاج ان هو يشوف ان المكان يبقى هو قاعد مرتاح جدا، يقدر ان هو يستنى كويس مم. يستنى بمده اطول. طبعا الدكتور بيبقى مركز مع الحاله اللي جوه، مش شاغل باله برضو مهما كان باللي بره، فلازم اللي بره برضو يقدر ان هو يستناه، صح. عشان الوقت جوه ما هو ما يعرفش هو يخلص امتى، ممكن يتاخر ممكن يخلص بدري، فلازم يبقى مهيئ اللي بره للمريض. فبعدها بنبدا ان احنا ناخد خطوات بقى في التصميم بقى. مم. ان احنا مثلا هو مثلا بيبقى ممكن في ناس هي بتبقى عارفه هي عايزه ايه، وفي ناس مش عارفه. يعني في ناس بتبقى مثلا عارفه انا عايز الوان كذا، ديكور كذا، صح. عايز هنا كذا، عايز هنا كذا، عايز هنا كذا، وفي ناس بتسيب لك دماغها اصلا خالص. طبعا هو اللي بيبقى عارف هو عايز ايه بيساعد بيبقى برضو، مريح. بيبقى مريح. غير كده ان هو كمان خلاص انا عايز كذا، عايز الوان كذا، عايز الوان كذا. اه. تمام. لما بتيجي في الاخر انت بتديله نتيجة هي اصلا في ذهنه. صح. تمام. اللي برضو ما بيبقاش عارف هو عايز ايه والكلام ده، الا لو حد مش فارق معاه هيشوف ده حلو وده حلو وده حلو كله حلو. انما لو حد مثلا هو دقيق بس في نفس الوقت مش عارف هو عايز ايه، مم. ممكن النتيجة اللي في الاخر ما تعجبوش. بس انت حليت لي الموضوع ده عن طريق ان انت عملنا موضوع 3 دي، بالظبط. وشفت الحاجه قبل ما انفذ، وانت بتاخد الحاجه وبنعدل فيها وتبدا تنفذ. بالظبط. هو بص، مرحله ال 3 دي من اهم المراحل، صح. بمعنى ان هي انت بتشوف كل حاجه انت بتختارها في 3 دي ممكن تعدل وتغير وتغير وتغير. خلاص انت شفت المكان بتاعك متفنش قبل ما تحط فيه طوبه، قبل ما تكسر فيه اي حاجه، او قبل ما تعمل فيه اي حاجه. دي حاجه كويسه جدا. في ناس ما بتقتنعش، يقول لك انا هصرف مثلا لا. فيها مبلغ مم. وانا على الفاضي، مش لا. دي اقسم بالله بجد حاجه. هي فعلا كلفت، بس مقابل ان انا خدت الحاجه اللي انا عايزها وشايفها، طبعا طبعا. سهلت خالص. ان انا شفت الحاجه قبل ما تشتغل فيها، بدل ما نقعد نبدا كل خطوه، طب اعمل لي كذا، طب اعمل لي بالظبط. كذا. لا، موضوع 3 ده فعلا فرق. بص، هو في ناس متخوفه جدا من الاسعار، خلي بالك. دي حقيقة، بس هو الموضوع مش قوي، مش مبالغ فيه للدرجه دي يعني. لا، في ارقام كبيره. حسن انتوا جزارين يا حسن. لا لا لا، انت مش انا، مش جزارين. انا والله. انت طيب، انت طيب، طلعت طيب معايا، بس في غيركم جزارين يا حسن. لا الحمد لله، التجربه الحمد معاك كانت لله حلوه الحمد الحمد لله، لله. تسلم ايدك. انت في نقطه معينه قلتها بخصوص كل تخصص ليه احتياجاته، كويس. بالظبط. وده محتاج منك تركيز في التخصصات بشكل معين. بالظبط. يعني مثلا عندنا في شغلانتنا بتوع مثلا الرمد دول شوكه وسكينه، ما فيش لا تلاقي لا نقطه دم ولا تلاقي شغل اي مشاكل في الشغل بتاعهم. كلهم بيقيسوا نظارات، بيقيسوا مقاسات. حبايبنا بتوع الرمد ما شاء الله عليهم. وفي بقى على النقيض تخصصي زي النساء والتوليد، ممكن تلاقي دم في العياده موجود. اكيد طبعا اكيد. بتوع العظام ممكن تلاقي جبس في الارض موجود. فده بالظبط. محتاج ان احنا نعرف هل في حاجات في الديكور قابله ان انا انضفها بشكل كويس. يعني مثلا ممكن اعمل اوضه اتش دي اف وانا بستخدم عليها ميه كتير، ممكن ولا ده بيحتاج يكون بورسلين اكتر ولا ايه؟ هي دي نقطه برضو كويسه، بمعنى ان انا لازم اهيئ المكان على طبيعه اللي هيشتغل فيه. يعني ما ينفعش مثلا تبقى انت دكتور بتشتغل دم وبتشتغل ميه كتير في المكان وبتحتاج تنظيف يكون سهل معاك، واعمل لك اوضه اتش دي اف. ما ينفعش. فاهم قصدي؟ مش راكبه. لازم ان انا اعمل لك ارضيه والمكان يبقى معالج ان انت في سهل التنظيف ميه، ويبقى سهل ان انت تعقم.
التعقيم ده مهم جدا. صح. ما ينفعش مثلا الحاجات الخشبي مثلا تبقى في مكان التعقيم عشان يبقى سهله في التعقيم والكلام ده. وفي نفس الوقت مثلا في بيبقى دكتور تخصص تاني سهل انت تحط بقى مع HDF حاجات هنتفع عادي، هو ما عندوش اصلا البهدله اللي هي تبهدل الشغل اللي انت هتعمله. فلا خلاص يعني هو انت بتهيأ برضو كل تخصص بيبقى ليه حاجه. يعني مثلا دكتور عظام عنده جبس وعنده فاهم في حاجات لازم ارض برضو تكون صلبه، ما ينفعش برضو حاجه تكون تتاثر. انت فاهم قصدي؟ طب بالنسبه لموضوع HDF ده وهلك العيادات، يعني انت في HDF ده في البيت البيت كله 4 5 بالظبط ماكسيمم يعني. في العياده لا، في 40 50 واحد داخلين طول اليوم ورايح وجاي. انت بتنصح فيه بالعيادات؟ هو جميل وبيدي صوت حلو ودفء حلو، انت بتنصح بيه؟ هنصح بيه بس لو بقى هتختار خامه كويسه جدا. يعني في خامات تستحمل؟ نوع في خامات تستحمل، في خامات اصلا بترجع ناس تشيلها بعد ما خلاص تستخدموها، ومثلا بيغيروا مكان بيغيروا نشاط بيشيلوها وبتتباع بتروح في مكان تاني. يعني في انواع اصلا هي انضف طبعا، هي برضو لها يعني طبيعه الحال طبعا. ان انت طبعا انت عايز منها كفاءه معينه هتلاقي فيها سعر طبعا، فطبيعي لا هتلاقي ان انت عندك هتخدم معاك في كل حاجه طبعا. انت فاهم هتديك اللي انت عايزه. خلي بالك يعني ان انطلاقي مع بعض ان انا وانت بنحب الديكور، انت شغلتك بالزبط. وانا بحب الديكور، انت بتحب الديكور وانا بهيئه لك يعني انا بعمل لك اللي انت عايزه. ما شاء الله تسلم ايدك. الله يخليك يا دكتور. طيب انا في النهايه هقول نقطه مهمه، ان التجديد بالنسبه لي في شغلي وفي عيادتي وبدايه من اول مكان انت بتيجي فيه هو مش رفاهيه خالص بالنسبه لي. انا دايما بطمح ان المكان يكون فيه راحه كامله ليكي، تجربه كامله ليكي، انك توصلي في الاخر ان زياره العياده دي حاجه محببه ان انت عايزه تبداي فيها، مش حاجه تقيله على قلبك. وعلي ساعدني في الموضوع ده وانا بشكرك جدا، وان شاء الله في اللي جاي كتير مع بعض. شكرا دكتور، ونجهز لحاجه حلوه انا ابو علي كده مع بعض ان شاء الله هنعرضها. ومتشكرين يا حسن. شكرا حسن. شكرا يا باشمهندس. يعني يا رب يكون التجربه معايا عجبتك. الله يخليك يا حسن. طبعا يا حسن احسن تجربه. انا بالنسبه لي اتعاملت مع ناس كتير ومش عايز الناس تزعل مني، بس حسن يعني ايه هي جت معاه هو نصيبه ومعرفتي بيه. الحمد لله. تسلم ايدك يا ابو علي. حبيبي الله يخليك. شكرا.